انت وحشتني. بقالي حوالي سنه ما عملتش فيديوهات طويله، وكنت معتمد اكتر على الفيديوهات القصيره على التيك توك، ولكن حسيت ان عايز اعمل فيديوهات طويله. وبما اني اشتغلت في اكاديميه كوره، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، فشفت شويه حاجات وجالي باور كده ان يلا نرجع نعمل فيديوهات طويله. وجاي لك النهارده في موضوع مهم جدا. يلا بينا. اول ما دخلت الاكاديميه دي شفت كارثه بتتعمل مع الولاد الصغيرين. تلاقي الولد جاي التمرين ولابس 6 طبقات فوق بعض، تيشيرت فوقيها بلوفر، فوقيها جاكيت، فوقيها تيشيرت التمرين، تحتيها فانيلا، واحنا كده بندمر الولد. فتعالى اكلمك النهارده لو انت بتتمرن رياضه في حته مفتوحه، او بتلعب كوره، او بتجري في البرد اللي احنا فيه ده، ازاي تبقى متدفي كويس. انا هحتاج في الفيديو ده 3 طبقات من اللبس. اول طبقه وهي الطبقه اللي على الجسم، لازم تلبس حاجه من خامه البوليستر. خامه البوليستر في منها حاجات كتيره واشكال كتيره، ولكن الاشهر هم حاجتين. اولا التيشيرتات الكومبريشن اللي بتشوف اللعيبه لابساها في الماتشات، في منها بنص كم وفي منها بكم. او الاختيار الثاني ان انت تلبس اي تيشيرت رياضيه او تيشيرت الكوره، 90% منهم بيكون بوليستر. طيب اشمعنى بوليستر؟ بتلبس بوليستر عشان البوليستر معمول ان هو يطرد العرق، على عكس لو لبست تيشيرت قطن مثلا او فانيلا فهتشرب العرق فهتقلك اكتر، زائد ان هي هتبرد جسمك على عكس تيشيرتات البوليستر اللي هتحافظ على درجه حراره جسمك. تاني طبقه وهي بتكون الحاجه اللي بتدفيك، اللي هي مثلا كوارتر زيبر زي اللي انا لابسه ده، تبقى حاجه بكم بتدفي، بتحافظ على درجه حراره جسمك، تبقى جوه وتدفيك. وحاول تختار الكوارتر زيبر الرياضي عشان ده بيبقى معمول ان هو خامه خفيفه ولكن في نفس الوقت بيدفيك. لكن لو لبست كوارتر زيبر او بلوفر او ايا كان مش رياضي، فوزنه هيبقى تقيل قوي على جسمك ومش هيريحك. واخر حاجه وهي جاكيت، ولكن مش اي جاكيت. حاول تختار جاكيت يكون ضد الميه او ضد الهواء، بيكون خفيف وبتحس ان هو مش هيدفيك خالص، ولكن هو بيحميك من ان الهواء يخش جسمك او الميه تخش جسمك، وده بيساعد ان جسمك يحافظ على درجه حرارته عشان الهواء او السقوعيه مش داخله لجسمك. ولو لسه بردان فانت ممكن تبان انت محترف قوي وتلبس جوانتيات زي لعيبه الكوره الاوروبيه. اهم حاجه تتجنب التيشيرتات القطن واللبس التقيل عشان هيتقلك ويعطلك، مش هيساعدك، وفي الاخر هتطلع عيان. انا مبسوط جدا ان رجعت الفيديوهات الطويله، وان شاء الله بدعمكم اكمل. مستني اي نصايح منك تحت في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.